سلام عليكم ورجعنا لكم تاني مع ايرون مان توني ستارك الرجل الحديدي سنة 1999 يوم راس السنة قبل ما يبقى الرجل الحديدي، وكان مقضيها سكر وسهر وعربدة. بتجيله الهشكة دي اللي اسمها صباح وتشقطه بحجة ان عندها مشروع عاوزة تعرضه عليه. توني هيقول لها المشاريع اسرار، يلا بينا على الاوضة فوق. وهم طالعين للاوضة يجيلهم الواد سلك الاصفر ده ويقول لتوني يا صانع السعادة عندي ليك مشروع من الاخر. توني هيحلق له بس هيلاقيه مصمم ويدخل وراهم الاسانسير، فتوني بيضحك عليه ويقول له المشاريع اسرار ويطلع السنانة على السطح فوق. وبيقضي ليلته مع صباح، وسعيد دراعه اليمين بيبقى خايف عليه عشان مشروع صباح لنمو الاطراف بينميها لحد ما يفجرها. بس توني ما بيبقاش خايف وبيوزع سعيد ويقضيها هيخو مع صباح لحد الصبح، وسلك قاعد متقدر فوق يا حول الله. نرجع بقى للوقت الحاضر بتاعنا واللي توني فيه بيطور في البدله بتاعته وفي جسمه. بص هو بيركب شرايح في جسمه تخليه يتحكم في البدله من بعيد، هرش وتجري عليه كده حته حته. بعدها بنشوف في الاخبار عصابه ارهابيه وزعيمهم سلومه الاقرع بيعلن ان جماعته هي سبب اي تفجير حصل الفتره اللي فاتت، وبيهدد امريكا بتفجيرات تانيه وتخريب. من الاخر اللي جاي عليكي سواد يا امريكا. طبعا الجيش الامريكي بيكلف العقيد رودي اللي معاه بدله الور ماشين اللي واخدها من توني بمهمه سلومه الاقرع الارهابي وجماعته دول. وبيكون رودي قاعد مع توني وبيقول له في حاجه غريبه في التفجيرات دي يا توني. توني هيقول له غريبه ازاي يعني؟ رودي هيقول له لما مسحت اماكن التفجيرات دي كلها بعد الانفجار ما لقيتش اي اثار لاي قنبله ولا اي اداه تفجير. توني كان مستغرب جدا وهي حاجه غريبه فعلا. وفي اليوم اللي بعده بنشوف سعيد عامل نوش في شركه توني بعد ما بقى مدير الامن بتاع الشركه كلها، فعزه بتراضيه كده وتروح تشوف مين اللي جاي يقابلها، ويطلع مين يا معلم؟ الواد سلك الاصفر بتاع السطح. بس بتكون النعمه ظاهره عليه شويه وبيقول لعزه انه بقى مخترع وعنده شركه ويوريها اخر اختراعاته، واللي هو جهاز بيشوف العقل البشري من جوه ويقدر من خلاله يوجهه للي هو عايزه. فعلا الكلام معلوش جمرك. وفي الوقت ده بيكون سعيد بيحكي لتوني اللي بيحصل في الشركه عشان ولاؤه ليه وتوني بيثق فيه، وكمان كان بيراقب مساعد سلكة. ونشوف سلكة بيتحايل على عزة عشان تتبنى المشروع بتاعه واختراعه بحكم انها دلوقتي المديره التنفيذيه لشركات توني ستارك كلها. بس عزة بترفض تتبنى مشروع سلكة وتقول عليه ان هو مشروع خطر. وبترجع على البيت اللي بتلاقي فيه توني مستنيها وهو لابس البدله الحديديه وحاطط رجل على رجل، وبيديها هديه بتتبسط بيها جدا في الاول، بس لما بتنزل الجراج بتتضايق جدا جدا عشان بتلاقي توني كان مشغول وبعت لها البدله مكانه تديها الهديه. بس توني بيقدر يصالحها في الاخر وياكل عقلها بكلمتين. وبالليل وهم نايمين بيحلم توني بكوابيس ويقلق ويستدعي البدله من غير قصد، وتهجم على عزه اللي بتتخض وتقول له انا سايبه لك الاوضه وماشيه يبقى نام في حضن البدله. بعدها بنشوف سعيد بيراقب مساعد سلكة اللي بيلاقيه بيدي شنطه لواحد قاعد وبيقول له انت جاهز دلوقتي ولا لا؟ وبيكون اللي قاعد ده متوتر وخايف، فسعيد بيشك فيه ويخبط اللي معاه الشنطه قاصد عشان تقع منه وياخد من اللي فيها. بس وهو بيعمل كده بيلاحظ وشه زي ما يكون في حاجات حمراء بتجري جواه، وبيمشي سعيد بس بيخبط فيه مساعد سلك قاصد وبيقول له معرفتكش انا كده، هات اللي خدته من الشنطه يا ابن الحراميه. سعيد بيضربه وبيلاقي الضربه ما حوقتش فيه ونفس الحاجات الحمراء بتجري جوه وشه. لسه هيندهش يلاقي نفسه محذوف سوبليكس 10 متر بعيد، والواد اللي خد الشنطه بيشد ماده منها ويفضل ينور لحد ما ينفجر زي القنبله ويدمر المكان كله. وسعيد بيقع ضحيه التفجير دوت ويشوف وهو واقع مساعد سلكة اللي اتدشمل في التفجير بيرجع صاغ سليم ولا كأنه في حاجة. بعدها بيطلع سلومة الأقرع في التلفزيون ويقول إن جماعته هم اللي عملوا التفجير اللي لسه حاصل من شوية ده. في الوقت ده بيكون سعيد راقد على أجهزة في المستشفى وتوني بيزوره ويطمن عليه، وأول ما بيخرج من المستشفى بيلاقي طرش صحفيين مستنيينه ويفضلوا يسخنوه ويقولوا له أنت هتسكت على اللي سلومة بيعمله ده ولا إيه يا بطل يا خارق؟ يخلوا توني يتعصب ويطلع منه تصريح بيندف فيه سلومة ويقول له لو راجل تعالى وهات معاك الرجالة، وده عنوان بيتي والباب مفتوح، وفي آخر كلامي أحب أقول لكم فاك يو صحافة، ويكسر الكاميرا. بعدها بنشوف صباح بتخبط على بيت توني بيفتح لها ويعمل نفسه مش فاكرها عشان عزة ما تسويتش عيشته، وتدخل وتوني يقول لعزة صباح عزة ويعرفهم ببعض. عزة بتقول لصباح منورة. فجأة يتضرب عليهم صاروخ من طيارة ويطيرهم. في اللحظة دي توني بيدي الأمر لبدلته إنها تحمي عزة وهو مش مهم، ويقول لها خدي صباح الخرم وبوس فار اللي جات لنا دي واهربي. ولما يتأكد إنهم هربوا بيلبس بدلته الحديدية ويقدر يدمر طيارتين قبل ما يدمروا بيته ويقع في المية على دماغه.
بس بيقدر يخرج نفسه ويطير بعيد عنهم ويقع فجأة ويتكحرت على الارض عشان البدلة بتكون فصلت شحن منه. بيجرها توني لاقرب بيت ويخش عليه الواد منص اللي ساكن في البيت ويقول له انا شفت خبر موتك في الجرايد. توني على طول بيكلم عزة يطمنها انه حي يرزق ويتصاحب هو ومنص عشان تساعده في تصليح البدلة وشحنها. بعدها على طول بيحصل اختراق لكل قنوات تلفزيون امريكا ويطلع سلومة الاقرع ويهدد الرئيس انه لو ما اتصلش بيه هيقتل الرهينة اللي معاه لايف قدام الشعب كله، وفعلا بيقتله ويقول للرئيس الدور عليك. الرئيس بيخاف ويبعت رودي افغانستان يدور على سلومة وجماعته، بس بيقع مع الناس الشر اللي بيحمروا. وفي الوقت ده بيكون توني بيحقق ويعرف ان سيلكا وصباح مع بعض في مشروع نمو الاطراف اللي بتنمو نار، يعني في احتمال ان المريض ينفجر. بعدها صباح وعزة بيكونوا مستخبيين في بيت كده، يدخل عليهم سيلكا الاصفر ويخنق عزة ابن الجزمة وبيخطفها. بعدها توني بيروح سوبر ماركت يعمل منه اسلحة ويقدر يوصل لمكان سلومة الاقرع، وبنعرف ساعتها انه مش زعيم ولا حاجة، ده طلع في البطاطا وكل ده فاكر نفسه ممثل في فيلم رشدي أباظة بكتف امه. المهم بيجي حارس سيلكا ويربط توني قدام سيلكا وصباح اللي ضميرها بيصحى وتقول لسيلكا لو ما فكتوش هقتل نفسي، فسيلكا بيقول لها ده واجب عليا انا ويريحها. بعدها نشوف رودي مخطوف زي توني بالظبط بس جوه البدله ومش راضي يطلع منها عشان سيلكا عايزها، اللي بيسخنها بايده وتفتح ويخرج رودي منها عشان يحاربهم. يلاقي سيلكا بيطلع نار من بقه يندهش ويقول له انت الشيطان صح. نرجع لتوني اللي بيشغل الحراس وبيقعد يرغي معاهم في اي محكي عقبال ما البدله بتاعته توصل له، وبيوصل له القفاز بس ويفك نفسه وتجيله بقيه البدله قطعه قطعه ويطرشم الحراس كلهم، ويروح هو ورودي لسلومة ويعرفوا منه خطة سيلكا، وهي انه عايز يغتال الرئيس ببدلة رودي اللي بنشوفه وصل لطيارة الرئيس ودخل على انه رودي وخلص على حراس الرئيس. في الوقت ده بيكون توني ورودي بيكلموا نائب الرئيس عشان ينقذوا الرئيس، لكن بنلاقيه خاين وشغال مع سيلكا. فتوني على طول بيبعت بدلة لطيارة الرئيس وتخلص على مساعد سيلكا، وما بيلحقش ينقذ الرئيس عشان بيتشغل في انقاذ 11 شخص اتحدفوا من الطيارة، والحمد لله ربنا بيقدروا وبينقذهم كلهم وينزلوا للارض بخير. بعدها بيروح توني ورودي لمكان سيلكا اللي خاطف فيه الرئيس وعزة، اللي بنشوفه مكتفها وبيعمل عليها اختبارات الاطراف المولعه، عايز يحولها شطانه زيه هو ورجالته. بنشوف توني على طول بيستدعي جيش بدل من الايرون مان بتوعه اللي في قلب بيته المتدمر، واداهم اوامر يخلصوا على اي جسم حرارته عاليه، والجيش فعلا بيبدا في اباده رجاله سيلكا ويلبس توني بدله منهم ويروح ينقذ عزة، بس سيلكا يحرق بدلته وقلبه على عزة وهي بتقع في النار قصاد عين توني وملحقش يعمل حاجه، اتصدم يا حرام. فجأة القدر يلعب لعبته وجسم عزة يتقبل المادة وتبقى شطانة جامدة وهي اللي تنقذ توني وتخلص على سيلكا، ورودي بينقذ الرئيس وتوني يدي امر لكل البدل انها تفجر نفسها في السماء زي الالعاب النارية احتفالا برجوع عزة، ويتجوزوا. توني يعمل عملية يشيل الشظايا بتاعت القنبلة وما يبقاش محتاج للجهاز، ويتقبض على نائب الرئيس الخاين ويصحى سعيد من الغيبوبة وحالته تتحسن وتخلص الافيون على كده. ما تنسوش اللايك كومنت شير واشوف وشكم على خير. احلى افيون عليكم.